تحديثات ومفاجآت جديدة على أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج LG فولد. هذا الهاتف يقترب أكثر من موعد الإعلان الرسمي، ونتكلم أيضا عن الإصدار الثاني من تراي فولد هواوي الميت اكس تي اس والمميزات الجديدة اللي اجت عليه. خليكم ويانا للتفاصيل. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذا فهاتف السامسونج جالكسي جي فولد أول جهاز ثلاثي الطي من الشركة الكورية العملاقة حيكون أكثر من مجرد هاتف مع شاشة كبيرة. ويانا اليوم صور جديدة عن الجهاز وكذلك فيديو جديد للتراي فولد مع 7 تحديثات جديدة، فخلونا مباشرة نبلش بالمفيد. إذا فالجالكسي جي فولد أو الزي تراي فولد أو أيا كان اسمه، هذا الجهاز قادم مع شاشة عملاقة بحجم 10.1 إنج، واللي راح ياخذ تجربة المستخدم مع هاتف الكاندي بار بحجم 6.5 أو ما يقاربها إلى تجربة جديدة كليا. جهاز صغير يتحول حرفيا إلى تابلت، ولكن الفرق الرئيسي بين الجي فولد والزي فولد حتكون بالأسبكت ريشيو، نسبة العرض، لأنه التراي فولد قادم بنفس أبعاد اللوح الحقيقية، فالفيديوهات والمحتوى حيكون أفضل بمراحل عليه مقارنة مع الزي فولد. however فالموضوع ما متعلق فقط بحجم الشاشة، لأنه سامسونج عدلت هواية أمور على اليو آي واجهة المستخدم الخاصة بالتراي فولد، والمالتي تاسكينج المهام المتعددة حتكون أفضل مثال على الفولدبل الجديد. الآن تكنيكلي المستخدم يتمكن من تشغيل 3 تطبيقات بوقت واحد على الزي فولد 7 مثلا والعمل عليها بنفس الوقت، ولكن عملها ما راح يكون مثالي. تطبيقين بنفس الوقت ولكل تطبيق شاشة كاملة يكون عملها توب، لكن 3 تطبيقات not so much. أما مع الجي فولد فالأمور مختلفة هنا، حيث وطبقا للمعلومات الرسمية من اليو آي الخاصة بسامسونج والتراي فولد، فهذا الأخير يسمح للمستخدم بعرض 3 تطبيقات بوقت واحد بطريقة عرض كاملة وبدون أي مشاكل، سواء بالوضع العمودي أو حتى الأفقي. بسبب كبر حجم شاشة الجي فولد فكل واحد من هذه التطبيقات الثلاثة راح ياخذ السبيس الخاص به، وبالتالي تكون طريقة عرض المحتوى بيرفكت ومريحة جدا للمستخدم. وأكيد هذا مو كل شيء هنا، سامسونج راح تسمح بعرض محتوى 3 صفحات للشاشات الرئيسية مع محتواها الخاصة بالكفر ديسبلاي، كلها مباشرة تروح للشاشة الرئيسية الكبيرة، وهذه تجي مع زيادة شاشة إضافية مقارنة بالعدد المسموح حاليا بالميرورينج الخاصة لهاتف الزي فولد 7. أيضا فيديو رسمي أكد ميزة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، وكذلك توفر ميزة ال NFC. وبالفيديو تم الإشارة إلى أن عملية الشحن اللاسلكي تتم فقط بحالة طي الهاتف. الآن الخبر الجيد اليوم هو احتمالية كبيرة لتوفر هاتف التراي فولد الأول من سامي بعدة دول، وكانت المعلومات الأولية صرحت أنه الإطلاق للجي فولد حيكون محدود ليميتد ببعض الدول والأسواق مثل كوريا الجنوبية والصين، لكن اعتمادا على معلومات من CNN بزنس ذكرت هذه الأخيرة احتمالية إطلاق لهذا الهاتف بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن خلونا نكون واقعيين، بسبب السعر الخيالي القادم على هذا الجهاز متوقع أن يكون بالفعل الإطلاق محدود. وإذا تسألون عن سعره لهذا الهاتف كم حيكون، فالصراحة ماكو معلومات مؤكدة عن السعر، ولكن بما أنه جهاز من الجيل الأول ومع إطلاق محدود فمتوقع أن يكون سعره بحدود $3000. وبعد هذا الإطلاق الأول مثلا بالجيل الثاني إذا صار الإطلاق عالمي نتوقع أن يكون سعره بحدود $2500. يعني السعر نار يا شباب. طيب ماذا عن الإس بن القلم؟ إلى الآن ماكو معلومات مؤكدة عن وجوده من عدمه. إذا قررت سامسونج إضافة دعم القلم تحتاج إضافة طبقة الديجيتايزر، الشيء اللي ممكن يزيد من سمك ووزن التراي فولد، لذلك أكو احتمال كبير لعدم دعم القلم على الجي فولد، خصوصا وأنه الزي فولد 7 أيضا ضحى بهذه الميزة حتى يجي أنحف وأخف بالوزن، وهذا الشيء إذا صار حيكون محزن ومحبط، لأنه شاشة عملاقة مثل شاشة الجي فولد حيكون عمل القلم عليها فشي جدا مفيد وعملي. بالنسبة للمعالج وحسب المعلومات اللي ويانا فمؤكد راح يجي مع السناب دراجون 8 إليت من كوالكوم وليس السناب دراجون 8 إليت جن 5 الجديد. وسيت اب الكاميرات متوقع أن يكون نفسه اللي على هاتف الزي فولد 7 سواء للكاميرات الأمامية أو الخلفية. أما الوزن فبعض التسريبات تقول حيكون 296 جرام اللي هو أكثر بهواية من وزن الفولد 7 صاحب 215 جرام، لكن بما أنه عبارة عن 3 أجهزة في واحد وجهاز يجي مع إمكانيات كبيرة وشاشة عملاقة فهذا الوزن نوعا ما لا بأس به. وللي يسألون عن موعد الإعلان الرسمي فكان متوقع بشهر سبتمبر 9،
ولكن حاليا التسريبات تقول انه حيتم الاعلان عنه بشهر العاشر او ال11، يعني اكتوبر او نوفمبر، علما انه مشروع موهان من سامسونج متوقع ان يتم الاعلان عنه بشهر العاشر تحديدا يوم 21، فممكن يكون بنفس اليوم او يتم دفعه للشهر التالي لهذا الحدث. بنفس الوقت سامسونج تستعد للاعلان عن نظاره الاكس ار جلاسز بالتعاون مع شركه جوجل مطلع العام القادم، واللي حتكون شيء كبير وعملاق، واللي العمل عليها تطول عده سنوات، فنتوقع ان نشوف شيء رهيب وقت الاعلان عن هذه النظارات. فخلوني اعرف ارائكم باول هاتف ترايفولد من سامسونج، وهل انتم متحمسين تشوفون هذا الجهاز على ارض الواقع؟ ما اتوقع راح نتمكن من شرائه بالوطن العربي بالخصوص، لانه ماكو اي احتمال حاليا عن وجود نيه لاطلاقه بمناطقنا العربيه. anyway بكروا لي بالتعليقات ارائكم وافكاركم وتجاربكم مع هواتف الفولدبل سواء من سامسونج او بقيه الشركات. هلا والله شباب، خلوني اخذ من وقتكم ثواني قليله، القناه محتاجه لدعمكم، رجاء اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس وخلونا نوصل لل100,000 مشترك، لانه مع الاسف غالبيه المشاهدات دا تيجي من غير المشتركين وهذا دا يضر بالقناه، فاشتركوا ويانا وخلونا نقدم لكم محتوى افضل. تحياتي لكم. اذا كشفت شركه هواوي رسميا عن هاتفهم الجديد الميت اكس تي اس الجيل الثاني من الهاتف ثلاثي الطي، واللي اجى مع بعض الترقيات مقارنه بهاتف الجيل الاول الميت اكس تي. الديزاين ما تغير عن العام الماضي، والطريقة الوحيدة للتمييز بين الجيلين هي الألوان الجديدة، حيث يجي هاتف الميت اكس تي اس بألوان البنفسجي والأبيض، إضافة طبعا للألوان القديمة الأحمر والأسود. وبالنسبة للمواصفات فيجي هاتف الميت اكس تي اس بشاشة فولدبل LTPO OLED ديسبلاي بحجم 10.2 إنش ودقة 3K ومعدل تحديث 90 هرتز، وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع بال16 إلى 11، الشيء اللي يسمح بعرض 3 تطبيقات بوقت واحد. سطوع الشاشة يوصل لل 1800 نتس وتدعم القلم الإلكتروني. وبطي الهاتف مرة واحدة يصير بوضع الشاشة المزدوجة ويكون حجم شاشة العرض 7.9 إنش، بينما ينكمش الحجم 6.4 إنش بوضع الطي الكامل لتجربة استخدام بإيد واحدة فقط وكأنه هاتف اعتيادي من نوع الكاندي بار. الجهاز استمر يجي بنحافة ملحوظة بسمك ل 3.8 ملم فقط بالفتح الكامل و12.8 ملم بوضع الطي، أما الوزن فهو 298 غرام تماما مثل الجيل الأول. وإذا نتكلم عن نظام الكاميرات فتم ترقية العدسة الواسعة الألترا وايد إلى 40 ميجا بكسل مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة، أما عدسة 12 ميجا بكسل بيرسكوب فهذه استمرت تجي بدون تحديث عن الطراز السابق. وإلى المعالج والأداء، حيث الإضافة الجديدة الأخرى هنا هي معالج الكيرن 9020 واللي يحل محل معالج الكيرن 9010 بهاتف الميت اكس تي الأصلي. هذا المعالج نفسه موجود بهواتف الألترا 80 والبيورا 80 برو بلس. وصرحت هواوي أنه الأداء هنا أسرع بنسبة 36% مقارنة بالكيرن 9010. الجميل أنه كل نسخ هاتف الميت اكس تي اس تجي مع رام بحجم 16 جيجا بايت، وأعلى نسخة بمساحة التخزين توصل لل1 تيرا بايت. بالنسبة للنظام فيجي الهاتف مع الهارموني OS 5.1 والبطارية بحجم 5600 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بال66 واط واللاسلكي السريع بال50 واط واللاسلكي العكسي بال7.5 واط. الآن الإضافة الجديدة بالجيل الثاني مثل ما ذكرنا هي دعم القلم الستايلس، واللي إجا هذه المرة مع دعم البلوتوث تماما مثل أقلام سامسونج بالسابق، ولكن بشكل وبطريقة جديدة، فأعتقد حيكون عامل مهم بنجاح مبيعات الإصدار الجديد. أما الأسعار فنسخة 16 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت مساحة تخزين اللي هي أدنى نسخة تجي هذه بسعر $2520 بالصين طبعا، ونسخة 16 جيجا بايت رام مع 512 جيجا بايت مساحة تخزين بسعر $2800، وأعلى نسخة 16 جيجا بايت رام مع 1 تيرا بايت مساحة تخزين بسعر $3080. الآن هذا الكلام كله بالصين، وإلى الآن ما كشفت هواوي أي شيء عن الإطلاق العالمي، فخلوني أعرف آراءكم بالجيل الثاني من هاتف الترايفولد من هواوي، الهاتف الترايفولد الوحيد بالعالم. وخلص هذا كان كل شيء بفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا وياكم جرس التنبيهات حتى تكونون ويانا على طول أول بأول مع كل الفيديوهات الجديدة اللي ننشرها. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. سلام.